يا مساء الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هتكلم عن ترطيب البشرة والشعر والجسم. فهقول لكم على افضل المنتجات اللي تستخدموها في الفترة اللي احنا فيها حاليا، اللي بترطب كويس جدا. وكمان هديكم كام تركاية هتفرق معاكم في الترطيب. وطبعا لازم نراعي ان طبيعة البشرة بتتغير مع تغير الفصول. فالطبيعي ان معظم البشرات هتميل للجفاف والقشور. عشان كده هقولكم على حاجات تخلوا بالكم منها، وكمان هقولكم على تركات هتفرق معاكم جدا. ونبدأ بالبشرة، فنحاول يا نقلل المواد الفعالة اللي بنستخدمها في الصيف، او نخلي استخدامها على فترات ابعد. او لو انتي بشرتك حساسة جدا وبيحصل معاكي على طول ضعف في حاجز البشرة، انا انصحك اكتر انك تستخدمي حاجات الطف وتبعدي عن الحاجات القوية، خصوصا في الفترة اللي احنا فيها حاليا. نصيحتي ليكم لو عايزين فايدة من مادة فعالة او من حمض او من اي حاجة، بلاش يكون في الغسول. خلوا الغسول لطيف، حاجة تكون بتحافظ على حاجز البشرة، وفي نفس الوقت برضو هنشوف حاجة تكون بتنظف كويس. لان برضو لو بشرات بتميل للدهنية حتى لو في الشتاء، فالغسول انه يكون مش بينظف كويس برضو هيعمل لها مشكلة. بس انا كل الفكرة اللي عايزة اوصلها ليكم، لو عايزين تستفادوا من مادة فعالة خلوها احسن في سيرم او كريم. بلاش الغسول لانكم هتاخدوا الفعالية منه اقل، وكمان هتاخدوا منه التحسس اكتر، وبسببه هتضطروا انكم تراعوا باقي المنتجات الموجودة في الروتين. فعشان كده انا من وجهة نظري ومن تجربتي، وده اللي انا دايما بعمله عشان استخدم مواد فعالة او استخدم اي حاجة تديني نتيجة احسن، اني بستخدم غسول عادي لطيف كل وظيفته انه ينظف البشرة ويحافظ على حاجز البشرة، ومش عايزة منه اكتر من كده، ويكون مناسب ليا ومش بيعمل تحسس. من الغسولات الحلوة المتوفرة اللي سعرها كويس هو غسول الكوري من شركة 3W كلينيك. النوع اللي انا بستعمله بالحلزون، عندهم كمان نوع بالورد حلو قوي. بلاش في الفترة اللي احنا فيها حاليا النوع اللي بالشاي الاخضر، بينظف البشرة فعلا من الاعماق، ومش هتحسي معاه انك في تراكم للدهون، او الغسول نفسه مش بينظف كويس ولا اي حاجة. بالعكس تنظيفه ممتاز، في نفس الوقت بيحافظ على حاجز البشرة. فده من الغسولات اللي انا بستمر عليها كمان في الشتاء، وحلو قوي لو حابين انكم تجربوه. سعره في حدود 170، وهتلاقوه متوفر في كل مكان، في الصيدليات وعلى نون. يعني من الغسولات المتوفرة، مش هتلاقوا صعوبة انكم تلاقوه. لو انتي بيطلعلك حبوب زي انا بيطلعلي حبوب من وقت للتاني، حباية اتنين، مش البشرة اللي مليانة حبوب او مش عندي حبوب كتير، لا حبوب كده بسيطة بتظهر، فبكون عايزة حاجة لما تطلعلي حبوب تنشف الحبوب من غير ما يعملي مشكلة او يعملي جفاف او قشور. فمش محتاجين نستخدم حاجة للحبوب تكون قوية قوي، خصوصا لو انتي بشرة مش معرضة قوي للحبوب، يعني بيظهرلك قليل زيي. فانا في الحالة دي بستخدم التونر ده، فيه مواد بتساعد انها تنشف الحبوب، بس في نفس الوقت هو مخصص للبشرة الحساسة. فيه الباكيتشول، وده نبات طبيعي بديل للريتينول، وكمان هو فيه مرطبات عشان تهدي البشرة وترطبها تمام كده. لو انتوا حابين تستخدموا سيرم فيتامين سي، وانا عن نفسي من محبين سيرم فيتامين سي، خصوصا قبل السان سكرين لانه بيعلي من فعالية السان سكرين. واوقات بستخدمه كمان الصبح وبالليل، بيساعد معايا لو في اثار او تصبغات جديدة انها تروح بسرعة، وبيدي نضارة حلوة للبشرة. من الانواع اللي شايفة انها لطيفة وفي نفس الوقت فعاليتها حلوة وتأثيرها حلو على البشرة، وتقدروا تستخدموها كمان بالنهار قبل السان سكرين، وهو بايونكس. ده غير ان فيه الفيروليك اسيد بتركيز 0.5%، والاربيوتين، فبيساعدوا كمان في التفتيح، وكمان بيساعدوا انه يكون مستقر وما يتأكسدش معاكي بسرعة. فمن الحاجات الحلوة لو حابين تستخدموه كمان في الشتاء. من انواع الريتينول ان انا شايفة انها هي مش اكتر حاجة فعالة، بس لو حد هيبدأ ريتينول، لو حد بشرته حاليا مش بتستحمل الريتينول بتركيز عالي، او في منتج كان بيستخدمه في الصيف مش ظابط معاه في الشتاء، فخليكم في انواع الريتينول اللي تركيزها مش كبير، وفي نفس الوقت تكون مشتق لطيف، وكمان خالية من العطور، زي ريتينول من شركة انفنتي سبانيش لابس. لطيف وسعره كمان حلو قوي، وانصح بيه اي حد عايز يبدأ ريتينول. ده غير انه بيدي نضارة في البشرة كمان. لو انت عايزة منتج يدي نضارة في البشرة
هو على فكرة بيدي نضارة حلوة قوي في البشرة، برضو من الحاجات الحلوة اللي انصحكم بيها في الشتاء. المقشرات المهم انكم تختاروا نوع تقشير مناسب لنوع بشرتكم، وتختاروا كمان حمض مناسب للمشكلة اللي عندك. وانا قبل كده اتكلمت عن الاحماض اللي بتأثر في التصبغات زي حمض الجلايكوليك اسيد. عشان كده دايما بقول لكم لما تشتروا حاجة اعرفوا هي هتقدم لك ايه، عشان تعرفي اذا كانت مناسبة للمشكلة اللي موجودة عندك ولا لا، وعشان تحطوا توقعات حقيقية على المنتجات، عشان لما تشتروا المنتج ما تزعلوش انه ما كانش فعال معاكم في الحاجة اللي مضايقاكي. انا بالنسبة لي من المقشرات اللطيفة ومن المقشرات اللي تناسبني في الفترة اللي احنا فيها حاليا هو تقشير الانزيمات. تقشير سطحي بس بيشتغل ان يخلي البشرة ناعمة، مع الاستمرار عليه بتحس ان البشرة الدهون فيها اقل. فبالنسبة لي بس هي دي الحاجات اللي انا محتاجاها منه، مش محتاجة اكتر من كده. عشان كده بستخدم المقشر ده البودر من جونزاك، وده تقشير بالانزيمات فيه فواكه، ومن التقشيرات اللطيفة على البشرة ومش بيعمل اي مشاكل. لكن عشان اتسألت عنه كتير هو مش بيأثر في البقع ولا التصبغات ولا التفتيح، هو بس مجرد تقشير سطحي هيشتغل بس على الطبقة الخارجية، مش هيشتغل على اي حاجة تاني اكتر من كده. الترطيب من الحاجات المهمة، انك لو مش بترطبي كويس مش هتقدري تستخدمي اي مادة فعالة، بيبقى ملمس البشرة كده غريب. ده غير ان البشرة بتلاقوا بيظهر فيها خطوط رفيعة وشكل البشرة مش حلو، ولو حطيتوا ميك اب بتحسوا ان الميك اب شكله مش احسن حاجة، تحسوا في العموم ان البشرة فيها حاجة غلط، وممكن ده يكون بسبب الترطيب، وتبدأ البشرة يحصل فيها حبوب صغيرة زي حبوب تحسس. فالأهم اننا نرطب كويس. بصوا بقى انا هقول لكم على تركاية في الترطيب، وهقول لكم على منتج حلو قوي في الترطيب في الفترة اللي احنا فيها حاليا. انا بستخدم بصراحة منتجين. اول حاجة مرطب اتراكتا اكوا كريم اللي هي لارونيك اسيد، وفيه كذا نوع زبدة. المرطب ده تحفة للفترة اللي احنا فيها حاليا، رشحته البنات كتير وعجبهم. كمان الزيت ده بجد انبهرت بيه من شركة نوت بوتينيكالز. ده زيت على فكرة خفيف على البشرة، خالي من العطور، خالي من الزيوت المعدنية، ومع ذلك امتصاصه حلو وترطيبه كمان عميق. ومن الحاجات اللي لما بستخدمها بالليل بصحى تاني يوم حاسه ان في حاجه عالجت الجفاف والقشور الموجوده عندي. الاتنين تحفه. تحطي المرطب الاول وبعده بتاخدي بس نقطتين 3 من الزيت، وهيفرقوا معاكي جدا في الترطيب. عايزه اقول لكم الزيت ده انا حصل لي جفاف شديد تحت عيني كده بسبب منتج، وكان جفاف وقشور، ومهما بستخدم حاسه ان المنطقه ما بقتش ناعمه ومترطبه زي زمان. مجرد ما استخدمته بجد عالج معايا الموضوع بسرعه. فمن الحاجات اللي حبيتها ومن الحاجات اللي شجعتني اني اجرب منتجات تانية من شركه نوت بوتينيكالز. لو ظروفك ما تسمحش انك تغيري نوع المرطب او تشتري حاجه حاليا تكون بترطب كويس، وعندك مرطب واحد والمرطب ده ترطيبه متوسط ومش هتقدري تشتري اي حاجة او تزودي منتج عليه كمان، في كده طريقة جديدة انا بجربها، وهي فكرة انك تخلي البشرة تشرب كمية من المرطب اكبر من العادي. بمعنى انك بتاخدي طبقة من المرطب في الاول والبشرة تمتصها وتحطي طبقة كمان، او انك تاخدي كمية كبيرة وتبدأي تفردي المرطب كأنك بتحطي ماسك على البشرة، وتسيب البشرة تمتص كل كمية المرطب كأنك بالظبط يعني بتشبعي البشرة بالمرطب. وانا جربت الطريقة دي يومين 3 كده عشان اكلمكم عنها، وقريب هعمل لكم ريل عنها. فعلا صحيت تاني يوم حسيت ان بشرتي مترطبة احسن ما كنت باخد كمية اقل، وحسيت كمان ان الجفاف والقشور اللي عندي بدأ يروح بشكل اسرع. بس برضو في نقطة لازم تخلوا بالكم منها، لما جربت الطريقة دي حسيت ان تأثيرها مش حلو على الاماكن الدهنية عندي. يعني كل بشرتي كانت مترطبة، وحسيت ان بشرتي فجأة بقت زي بشرة البيبي، والجفاف والقشور خف قوي. لكن حسيت المكان الدهني اللي عندي هنا بدأ يحصل فيه تراكم للدهون وتظهر فيه رؤوس سودا حتى المكان اللي هنا. فبدأت بعدها احط كمية المرطب مش بالتساوي، يعني احط كمية في الاماكن اللي عندي فيها جفاف، والاماكن اللي انا عارفة ان عندي مشكلة فيها بيحصل فيها تراكم للدهون بسرعة اقلل فيها كمية المرطب. فهنا بقى ظبطت معايا شوية، وانا برضو هعمل لكم ريل
وهعملها معاكم واوريكم كمان شكل بشرتي تاني يوم، واقول لكم على مميزاتها وعيوبها والحاجات اللي تخلوا بالكم منها. في كتير منكم بيبعتلي ان بشرته حساسة وبتتحسس بسهولة من اي نوع سان سكرين، وطبعا تحسس البشرة بيزيد كمان في الشتاء. فانا دايما برشح لكم السان سكرين ده من شركة اين لاب سيكا كلامينج سان كريم. ده فيه خلاصة نبات السنتيلا، من الحاجات اللي بتهدي على فكرة البشرة. فلو متوفر عندكم طبعا جربوه، حلو قوي وسعره كمان حلو قوي. ولو عايزين سان سكرين تجددوا بيه السان سكرين في نفس الوقت خالي من العطور والكحول، وكمان بيرطب البشرة، عندكم السان سكرين السبراي من شركة بايونكس. ده حلو قوي ولطيف على البشرة وبيرطبها ومفهوش عطور ولا الكحول، وحلو جدا. لو حابين انكم تجربوه حاليا في عروض عليه وكميته كبيرة على فكرة، انا اشتريت عبوة كمان. ممكن تستخدموه بقى على البشرة والجسم، وسهل كمان في التوزيع. كمان حاليا بجرب كريم العين ده من شركة بايونكس، وبصراحة يعني متفائلة كده من ناحيته، حاسة بتغيير شوية معاه وانه بيرطب وقوامه خفيف واحساسه مش مضايقني ومحصلش منه اي مشاكل، وفي نفس الوقت بيديني ترطيب كويس. بس لسه برضه هستمر عليه عشان اقول لكم نتيجته في الهالات وفي الخطوط. ندخل بقى على الجسم، وانا روتيني في الجسم بسيط، بعمل خطوات بسيطة بس بجد لو جربتوها هتشوفوا منها نتيجة حلوة قوي. انا في العادي بستخدم شاور كريم، اي نوع شاور كريم مستريحين عليه تمام، وبستخدم معاه فرشة سيليكون ناعمة ولطيفة على الجسم، ومش محتاجة اكتر من كده. وفي الترطيب بحب استخدم بادي باتر، وكمان بحب استخدم زيت للجسم، وده بالنسبة لي اساسي جدا. فالاتنين دول حلوين وسعرهم كمان كويس. دي البادي باتر من افوفا، وانا بحب جدا النوع اللي هو لونه بينك اللي بتشري بلاسم، وده ايفا بيبي اويل. فالاتنين حلوين قوي. بالنسبة بقى عشان احافظ على بشرتي انها تكون ناعمة وبقلل فرصة ظهور الشعر تحت الجلد، وكمان بيساعد في التفتيح، اني بعمل مرة كل اسبوع حمام او استخدم صابون مغربي. فانا بستخدم الصابون المغربي ده من شركة افريكانا ام بي سي، وده بالنيلة الزرقاء، تحفة وسعره حلو كمان. وبستخدم معاه الجلافز السكراب ده. وشرحت لكم قبل كده طريقتي في استخدام الصابون المغربي، طريقة لطيفة وبسيطة جدا، اني بعرض الجسم للبخار وبعدها بفرد الصابون على جسمي كأني بحط كريم، وبسيبه شوية، وبعدها بستخدم الجلافز ويكون طبعا مندي، ويكون حاطاه في مية سخنة عشان يكون ناعم، وبستخدمه على جسمي والصابون لسه على جسمي، مش بغسل الصابون. فبحس ان الموضوع الطف انعم على البشرة، ومش بحس بمشكلة خالص في حاجز البشرة. فجربوا الطريقة دي. وفي بنات كتير بعتولي انهم برضو بيستخدموا طريقة الصابون المغربي بنفس طريقتي وحابينها كمان. وبستخدم الديودرنت ده من بيز لاين، وده النوع اللي بالورد الجوري، حلو قوي 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 بجد، لو حابين انكم تجربوه. وبرضو كنت بحب النوع القديم اللي بالورد، بس ده على فكرة اقوى منه. وندخل بقى على الشعر، وروتيني في الشعر بسيط برضو، بس هتشوفوا منه ترطيب حلو قوي. هديكم كام تركاية. اول حاجة مهمة جدا لو حابين انكم تحافظوا على ترطيب شعركم وما يحصلش جفاف وتقصف، تعملوا حمام زيت للشعر قبل ما تغسلوه بالشامبو، مش على فروة الشعر، لا على الشعر نفسه. وده بيحافظ جدا على الشعر من الجفاف والتقصف من الشامبو ومن المية. فانا بستخدم حمام زيت، انا بالنسبة لي افضل حاجة استخدمتها، وبعد ما جربت حاجات كتير من شركة باراشوت برضو هرجع اجيب تاني زيت جوز الهند البيور العادي بتاعهم الصالح للاكل اللي مفهوش اي اضافات. وده بالنسبة لي كان افضل نوع زيت بعمل بيه حمام زيت للشعر. الخطوة اللي بعد كده انا برضو مهم بالنسبة لي اني استخدم نوع شامبو يكون بينضف فروة شعري، وفي نفس الوقت من غير ما ينشف شعري ويهلكه ويحصل مشكلة في الشعر نفسه. في نفس الوقت برضو عايزة حاجة تنضف فروة شعري، لان لو ما نضفتش فروة شعري في الشتاء، يعني مش شرط كمان في الصيف، لا انا برضو من الناس اللي لو فروة شعري ما نضفتش كويس في الشتاء بيحصل لي مشاكل، وبحس اني مش مستريحة، بحس ان شعري برضو كأني هيحصل لي قشرة. فمن الحاجات اللي انا اصلا قربت اخلصها وحبيتها هو من جيدو، والنوع ده بالفلفل الاحمر وبالزنجبيل. لو فروة شعرك نظيفة وصحية، اي منتجات او اسبريهات او علاجات هتستخدميها لفروة الشعر هتستفيد بيها وتمتصها، احسن ما يكون في مشكلة في فروة شعرك او تراكم دهون او قشرة. كل ده بيأثر على الاستفادة من اي منتج هيستخدم على فروة الشعر. فراعوا النقطة دي.
ودوروا على شامبو يكون برضو بينضف فروة شعركم كويس. فرحت جدا لما في بنات كتير جربته وعجبهم وبعتولي برضو انه ينضف معاهم كويس وفي نفس الوقت مش بينشف شعرهم. وكمان من الحاجات المهمة اللي هتفرق معاكم انكم تستخدموا منتج بعد الليف ان. فكرة انكم تحطوا ليف ان للشعر هتخلوا الشعر يفقد الترطيب بسرعة، بس لما تزودوا بعد الليف ان انكم تحطوا سيرم او زيت للشعر ده بيخلي الشعر يحتفظ بالترطيب اكتر فترة ممكنة، كأنكم بالظبط بتقفلوا على الترطيب. من الانواع اللي حبيتها جدا ونصحتكم كتير بيهم وهو ليف ان من ارجازون، وكمان الليف ان من افريكانا ام بي سي. استخدم بعدهم زيت للشعر. لو مش مرتاحة لفكرة زيت الشعر استخدمي سيرم بعدهم. اهم حاجة انك تستخدمي منتجين للترطيب عشان تحفظي الترطيب. وبس كده الفيديو. انا عارفة اني رغيت كتير واتوقع ان الفيديو هيكون طويل، بس حبيت اديكم كل المنتجات اللي ترطيبها كويس والتركات اللي هتفرق معاكم في الترطيب. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا، ولو حابين تسألوا عن اي حاجة اكتبولي. وشكرا ليكم ومع السلامة.